السلام عليكم ويا اهلا بكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله في منتهى اللذاذه، لسان العصفور باللحمه. اكله رائعه ومفيش حد مش هيحبها. الاكله ديت مشهوره في مصر، خصوصا في الافراح بيعملوها. ان شاء الله هقدمها لكم النهارده بكل تفاصيلها، والف هنا وشفا للي هيعملها ان شاء الله، واللي هيعملها مره مش هيبطل يعملها. وما تنسونيش من اشتراككم الجميل واللايك الاجمل وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات القناه. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة ممتازة جدا ولذيذة وملهاش حل. الوصفة ديت ممكن ما تكونش معروف لسكان القاهرة، ولكن هي معروفة لسكان المحافظات، محافظات مصر عموما، خصوصا بيعملوها في الافراح. هي لسان العصفور باللحمة. وصفة يعني طعمها تحفة من الاخر كده، يعني الواحد مجرد ما يشوفها يجوع. ان شاء الله هنعملها النهاردة بأبسط طريقة. الوصفة سهلة ومش محتاجة اي مكونات معقدة او مش موجودة، لا كله موجود بفضل الله. هنحتاج 400 جرام من لسان العصفور، يعني حوالي كيس لسان عصفور. وهنحتاج لحمة مسلوقة، اي لحمة مسلوقة عندنا نجيبها. وهنحتاج التوابل بتاعتنا، هنحتاج معلقة ونص من التوابل المشكلة، ومعلقة ونص من الفلفل الأحمر المطحون أو البابريكا، المعلقة بتاعت الشاي اللي احنا بنعير بيها. تمام. وهنحتاج نص معلقة شطة، نص معلقة فلفل أسود، ومعلقة وشوية ملح علشان نملح الأكل بتاعنا. وهنحتاج 5 فصوص توم كبار، دول هيتقطعوا شرايح. نحتاج 200 جرام طماطم، وبصلاية كبيرة نكون معتزين كده بمعرفتها ويشرفنا التعرف عليها. دي مهمة لأن هي سر الطعم كله. البصلايه ديت يفضل بصل احمر، مش موجود بصل ابيض شغال وما تشغلوش بالكم. هنبدا اول حاجه نقول بسم الله. اللحمه مستويه، اللحمه مسلوقه. يلا بينا نقول بسم الله، نبدا العملي. هنقطع البصلايه عشان تعرفوا حجم البصلايه، عشان بقول لكم تعتزوا بمعرفتها. دي حجمها في ايدي كبيره، بصلايه حلوه. ماشي. قطعنا البصل وهناخده على الصينيه الجميله بتاعتنا اللي هنسوي فيها. رفعنا البصل بتاعنا على الحرارة زي ما حضراتكم شايفين، على نار هادية. طبعا احنا بنشوحه في حتة سمنة، مفيش سمنة يبقى زيت شغال. عايزين البصلاية تدبل خالص وتصفر. هنكون ضاربين الطماطم في الخلاط. تمام. نعمل عصير طماطم. يلا بينا نروح بعد ضرب الطماطم ونشوف هنعمل ايه في اللحمة. اللحمة بتاعتنا زي ما انا كنت قلت لحضراتكم قبل كده، مع اتجاه النسيج نقطع عكس اتجاه النسيج. طيب التخانة قد ايه؟ تخن الصباع. هنقطع شرايح كده تخن الصباع اهي. ماشي. واللحمة زي الفل ومسلوقة وزي الفل. ما نزودش عن كده، هي اصلا دي تخن الصباع فخليها زي ما هي. تمام. نبدأ ان شاء الله نضرب الطماطم بتاعتنا في الخلاط ونرجع تاني للبصل. هنستنى البصل بتاعنا لازم يتسبك، لازم البصل يصفر، يبقى كله نفس اللون الذهبي الجميل ده. كل 5 دقايق نديله تقليبه على نار هاديه، منستعجلش عليه. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده هو اللي بيجوع على طول. هنصبر لحد البصلايه بتاعتنا كلها ما تبقى ذهبي جميله، ونضيف عليها الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط. اصحوا معايا، اصحوا، ده احنا هنعمل عمايل ما يعلم بها الا ربنا النهارده. البصل زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه بدأ كله ياخد نفس اللون اهو، بدأ ياخد اللون الذهبي الجميل. هنا في المرحله دي هنحط التوابل بتاعتنا، بس التوابل اللي هقول لحضراتكم عليها. بسم الله. هنحط البهارات المشكله والفلفل الاحمر، وهنحط نص كميه الفلفل الاسود والشطه كلها. مش هنحط الملح دلوقتي، ومش هنحط بقيه الفلفل الاسود. تاخد لها تقليبه مع البصل عشان ريحتها تطلع
وبعد كده نحط عليها الطماطم. بسم الله. نقلب وبرضو على نفس النار الهادية، معليش، نسيبها تتسبك كويس لحد لما تتقل معانا. هنا نضيف الملح والفلفل الاسمر الباقي. الملح بنضيفه على الطماطم علشان يخليها تطلع ميتها اسرع وتستوي اسرع، مش بنحطه على البصل عشان ما ينشفوه. رجعنا يا جماعه، طبعا الطماطم زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله اتسبكت معايا، تقيله اهي، جميله. هو ده اللي انا عايزه، ان هي تركز كده وتتسبك كويس. هركنها على جنب وهجيب لسان العصفور واللحمه ونشوف هنبدا نعمل فيه. جبت الصينيه، هحط شويه زيت على شويه سمن، حاجه يعني قيمه 4 معالق كده. اول حاجه هعملها احط اللحمه بتاعتي، بسم الله، احمرها، هديها وش تحمير كويس، تمام. وبعد كده احط لسان العصفور مكانها. لما تبقى كلها بنفس اللون الجميل دوت اشيلها. انزل بلسان العصفور، احمره كويس لحد ما يبقى لونه ذهبي. طيب اول ما يبدأ لسان العصفور اغلبه يبقى باللون الذهبي، هنعمل حاجتين: هنضيف التوم ياخد وش بسيط، وبعد كده نضيف اللحمة على لسان العصفور. ادي التوم بتاعنا الجميل، ال5 فصوص توم، نقلبه ياخد وش وياخد طعم. وهنحط اللحمة اللي احنا حمرناها بالدهن كمان. عشان اللحمة تاخد من طعم التوم ولسان العصفور ياخد من طعم اللحمة. بدأ يبقى كله متحمص وممتاز اهو. هنضيف الطماطم اللي احنا سبكناها، وهنضيف بعد كده يا اما شوربة يا اما مية حسب المتوفر. بسم الله. واضيف الشوربة او المية بحيث ان هي تغطي لسان العصفور. هنغطيه، نغطي عليه الحرارة، ونحط شياطة تحت منه زي ما قلت حضراتكم، ونرجع ان شاء الله بعد لما يكون اتشرب واستوى خالص. رجعنا يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله تبارك الله، حاجة جميلة. وبصوا مفروض بقى وجميل ازاي، مفيش لا معجن ولا عامل ولا الكلام ده عندنا. طبعا انا قلبته مرتين في خلال ما كان بيستوي. اللحمة هتطلع دايبة. الكام فص توم اللي انا قلت حضراتكم عليهم دول اختياري، اللي عايز يحطهم يحطهم، اللي عايز يحطهم يحطهم، اللي مش عايز خلاص. فدول اختياري يا جماعة ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله جميل. هنطفي عليه النار ونسيبه بالظبط 5 دقايق كده يتشمع، وبعد كده نغرفه. غرفنا يا جماعة لسان العصفور، ما شاء الله تبارك الله، حتة أكلة والله يعني تستاهل بقكم. ألف هنا وشفا. والطبق ده بيتقدم مع البتنجان مخلل. طبعا هبقى أقدم لكم طريقته بالظبط إن شاء الله بكل أسراره في القناة بأمر الله. حاجة تفتح. أنا هاخد معلقة، استنى. بسم الله، نشوف. بسم الله. الله، اللهم بارك. طب بصوا يا جماعه، انا مش عارف اختم الحلقه، مش عارف اعمل ايه. طيب
المهم ما تنسوناش يعني من اللايك الجميل والاشتراك في القناة الأجمل، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل أكل جديد إن شاء الله بعمله وأنا اللي أكله. وسلام عليكم، ألف هنا وشفا.